تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، فبين أن الليل يحسب من العصر، تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر، فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم.